السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي لكل مشاهدين ومتابعين زواج أونلاين، وتمنياتي للجميع بدوام الصحة والحال. ومع عرض جديد من عروضنا للزواج الشرعي، فعلى كل الجادين الراغبين في طلب الزواج التواصل معنا. وبنأكد لحضراتكم إن طرق التواصل معنا ملهاش أرقام موبايل أو رقم للواتس. التواصل معنا على اليوتيوب على القناة، أو على الإيميل الخاص بالقناة على الفيسبوك. وفي الحالتين إذا كنت بتتواصل معايا على القناة أو على الإيميل الخاص بالقناة، يتم الرد على حضرتك أو على استفسارك في أسرع وقت بإذن الله. ونحن نقدم هذه الخدمة مجانا لوجه الله فقط وبدون أي مقابل مادي. فربنا يقدرنا اللي احنا نقدر نساعد كل الجادين الراغبين في طلب الزواج بإيجاد الزوجة المناسبة أو الزوج المناسب بإذن الله. وفي بداية العرض بحب أشكر كل الناس اللي بتتواصل معانا وبتتفاعل معانا على فيديوهاتنا، وبقول لهم احنا مستمرين بيكم وبدعمكم إن شاء الله، ويا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم. وعلشان ما أطولش عليكم نبدأ العرض النهاردة ونخش في التفاصيل. لدينا اليوم عرض زواج لأرملة ترتدي النقاب الشرعي، بتدور على زوج يتقي ربنا فيها ويصونها، يكون محترم وعلى خلق وملتزم دينيا ومصلي. وزي ما قلت لحضراتكم ان هي أرملة من فترة طويلة وبتقيم في منزل أهله منذ وفاة زوجها، مؤهل متوسط لا تعمل، لكن عندها دخل ثابت من أملاك تركها زوجها السابق ليها، ولديها أولاد بيقيموا معاها في منزل الأهل. ونفسها زي ما احنا قلنا ان ربنا يرزقها بزوج محترم يتقي ربنا فيها ويصونها ويحافظ عليها وعلى اولادها. واهم شيء اهم شرط بالنسبه لها ان اولادها يكونوا بيعيشوا معاها، لان هي ما عندهاش اي استعداد ان هي تترك اولادها او تسيب اولادها. مكان اقامتها مصريه، تقيم في محافظه الشرقيه. السن 39 سنه، وملحوظه هامه جدا: لا تقبل التعداد نهائيا لظروف خاصه بها. موضوع التعداد ده هي رافضاه، فياريت اللي يتواصل معانا بخصوص العرض ده ما يكونش بيدور على زوجة تانية، لأن هي عندها ظروف خاصة جدا تمنعها من موضوع التعداد. فربنا بإذن الله يرزقها بالشخص المناسب ليها. وقبل ما نقول مواصفات العريس أو الزوج اللي بترغب بالارتباط به، أحب أفكر حضرتك أو حضرتك لو بتشوفوني لأول مرة ومهتمين بالنوع ده من الفيديوهات وعروض الزواج، يبقى اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد من عروضنا اللي احنا بنعرضها في استمرار، علشان نقدر نساعدك في إيجاد شريكة العمر المناسبة أو شريك العمر المناسب بإذن الله. وبحب أكد على حضراتكم، يا ريت لو بتتواصل معايا بخصوص عرض زواج معين تكون مشاهد العرض جيدا وعارف جميع التفاصيل الخاصة بالعرض. ربنا يجعلنا سبب بإذن الله اللي احنا نقدر نوفق راسين في الحلال. يا ريت لو حضرتك بتبعت رسالة ليه على اليوتيوب فيها استفسار أو أي طلب، يا ريت بعد ما ترسل الرسالة تعمل لايك للفيديو عشان الرسالة تظهر ليا بسرعة أشوفها وأقدر أتواصل مع حضرتك أو أرد على استفسارك في أسرع وقت بإذن الله. نرجع تاني ونكمل باقي تفاصيل العرض ونقول مواصفات الزوج اللي بترغب بالارتباط به: يكون رجل محترم وعلى خلق، ملتزم دينيا ومصلي وملتحي، يكون مطلق أو أرمل، لديه دخل ثابت أو ميسور الحال، ويكون لديه شقة للإقامة فيها معه بعد الزواج بإذن الله، لأن زي ما احنا قلنا هي بتقيم في منزل الأهل منذ وفاة زوجها. وللجدية في طلب الزواج منها، ياريت يكون من داخل المحافظة اللي هي بتقيم فيها، محافظة الشرقية، لأنها لا ترغب في الإقامة في خارج محافظتها بسبب ظروف دراسة أولادها. وزي ما احنا قلنا هي عندها أملاك بتراعيها. من أهم شروطها إن الشخص اللي تقدم ليه هيكون من داخل المحافظة، فربنا يرزقها بالشخص المناسب بإذن الله. طريقة التواصل مع والدها وهو ولي أمرها: فعلى من يجب بياناتها مناسبة ليه وهو في المواصفات المطلوبة، ياريت يتواصل معنا ببياناته الشخصية كاملة لعرضها على ولي أمرها. ولا مانع لديهم من وجود رؤية شرعية بعد الموافقة على البيانات بإذن الله، لكن أهم شرط ليها إن يكون وجود الرؤية الشرعية في وجود الأهل. وبكده العرض ده بيكون خلص، لكن عروضنا لسه ما خلصتش، فتابعونا